ليلة حزينة للأهلاوية، وضاع علينا حلم نهائي الانتر كونتيننتال اللي جماهير الأهلي كلها كانت بتمني النفس بيه، وكنا خلاص قربنا من الحلم ده لما باتشوكا ضيع ضربة جزاء والتانية والأهلي أحرزهم. كله خلاص قال الماتش خلاص بتاعنا، وبدأ الناس بقى تفكر في ريال مدريد وهنقابل ريال مدريد. حتى وائل جمعة في الاستوديو قال لك أنا نزلت الملعب أحتفل، ولكن عمر كمال وكهربا بيضيعوا ضربتين الجزاء، وللأسف لعيبة الأهلي ومارسيل كولر بينكدوا علينا من تاني وبيرجعونا تاني خانة التمثيل المشرف اللي نفسنا نتخطاها بقى. يعني نفسنا نتخطى خانة التمثيل المشرف دي ونتساوى بقى بالانديه العربيه اللي وصلت للنهائي زي الرجاء والعين والهلال والانديه الكبيره دي. طبعا الاهلي نادي كبير وكان نفسنا نوصل للنهائي، ويمكن بضربه جزاء ولا كره طايشه نكسب ريال مدريد، محدش عارف، يعني مفيش حاجه بعيده على ربنا. ولكن اللعيبه تاني حطتنا في خانه التمثيل المشرف. ولكن انا اشوف ان 70-80% من خسارتنا النهارده كانت من مارسيل كولر. هنبدا بتشكيل اللقاء. يعني احنا قلنا قبل الماتش ان انا كنت شايف ان اكرم توفيق يبدا ناحيه اليمين، ولكن هو بدا بعمر كمال. طب انت ليه بدات بعمر كمال؟ تعالوا نفكر كده مع بعض. المفروض انت بادئ بعمر كمال عشان هو بيهاجم كويس، فتبدا هو يهاجم بقى من الناحيه دي، فيوقف خطوره اللعيب الخطير بتاعهم اسامه ادريسي بان هو يهاجم، فهيوقف اسامه ادريسي وهيوقف خطوره الجبهه الشمال. ما شفناش عمر كمال بيعمل الدور ده، ما شفناش الزياده الكبيره لعمر كمال والهجمات الخطيره اللي تسبب فيها. والغريبه كمان ان لما طلع يحيى عطيه الله راح ودى عمر كمال بقى ناحيه الشمال. قال يعني الراجل خلاص تالق ناحيه اليمين عشان لما اطلع يحيى عطيه الله اوديه هو ناحيه الشمال. كمان قلنا نص الملعب من الافضل انه يلعب قفشه، عشان قفشه بيقدر يمسك كوره وبيتحكم في الريتم ويعمل لك سرعات وبيسدد. وشفنا قفشه لما نزل عمل شويه حركه وشويه خطوره في نص ملعب النادي الاهلي. لو انت يا سيدي في مشكله مع قفشه او شايف ان قفشه مش هينفعك وعايز تنزل امام عاشور، ماشي نزل امام عاشور والعب جنبه بكوكا والعب جنبه بمروان عطيه، لان مش هينفع تجمع قفشه وامام عاشور مع بعض. نزل جنبه كوكا ومروان عطيه. ولكن هو ما عملش كده، يعني نزل برده اكرم توفيق في مركز 8 اللي مطلوب من اكرم توفيق في ان هو يزيد، والحته دي مش بتاعته. يعني اكرم توفيق ديستروير، يلعب رقم 6 يفسد لك هجمات والكلام ده، انما ما تطلبش منه ان هو يزيد في الناحيه الهجوميه وجنبه امام عاشور وجنبه مروان عطيه. ولكن اللي زاد البلاطين انه لما طلع الشحات، ومش عارف ليه بصراحه طلع الشحات. يعني الشحات خطير وممكن في واحد ضد واحد يعدي يجيب لك ضربه جزاء يعمل لك خطوره. طلع الشحات تمام، انت نزلت قفشه بقى، نزله مكان مين؟ المفروض تنزله مكان امام عاشور، لا نزله مكان الشحات وودى امام عاشور ناحيه الشمال كجناح ايسر. من امتى امام عاشور بينجح في ناحيه الجناح؟ يعني امام عاشور خطورته انه يجي من نص الملعب فيبقى كاشف الملعب ووان تو هات ويسدد والكلام ده، انما لما يلعب على الخط مش اي لعيب يلعب على الخط. يعني لعيبه الخط دي ليها مواصفات خاصه، يعني زي بيرسي تاو، زي حسين الشحات، زي طاهر محمد طاهر، سرعه ويكسر جوه. انما الكلام ده مش متوفر قوي في امام عاشور. امام عاشور خطورته من العمق. ولكن هو تحس ان مارسيل كولر تحس ان امام عاشور ماضي عليه شيكات، انا لازم العب ولازم العب كل الماتشات، فبيحاول يلاقي له مركز في الملعب. يعني نزل قفشه مكان حسين الشحات، بيحاول بقى يلاقي مركز يحط فيه امام عاشور، فقال لك خلاص احط امام عاشور جناح شمال وانزل قفشه في وسط الملعب. طب ليه العك ده؟ يعني ما تنزل كل لعيب في مكانه، يعني نزل قفشه مكان امام عاشور وبعد كده ممكن تخرج طاهر، تنزل بيرسي تاو يعمل لك شويه مشاكل من ناحيه اليمين. وشفنا بيرسي تاو وقفشه لما نزلوا عمل شويه حركه يعني في الملعب. كمان تدخل كولر في الدقيقه 77 لما خرج وسام ابو علي ونزل كهربا كانه بيزود البلاطين. يعني يا سيدي ده وسام ابو علي ده الفرده الوحيده اللي عندنا في الهجوم عدله، وبنقول ان هو ممكن اللي يكسبنا في اي لحظه في الماتش. يعني تخرجوا ليه؟ انا اخرج اللعيب لما يبقى اللي نازل ده احسن منه، عندي واحد احسن منه بره، مش الفوارق كبيره جدا بينه وبين كهربا. يعني اخرج وسام ابو علي يا سيدي حتى لو تعب، حتى لو اداؤه البدني قل، ده وسام ابو علي لو رجل واحده احسن من كهربا. يعني اسامه ابو علي لو جات له الكره اللي جات لكهربا في الدقيقه 105 دي كان لطشها مره واحده حطها في البعيده وخلصنا وكسبنا الماتش. ولكن كهربا عايز يرقص الجون في ال 18. ترقص فين يا كهربا؟ يعني انت اصلا مش في مستواك والدنيا مش ماشيه معاك. يعني العب السهل بقى، العب السهل، ما تصعبش الدنيا على نفسك وتصعبها علينا. كمان يعني كهربا اداؤه في الماتش مش قد كده وبيضيع كره في الدقيقه 105، ما خلوش بقى يلعب ضربه الجزاء الرابعه. يعني انا منزل عمرو السوليه ليه طيب؟ ومنزل بيرسي تاو ليه طيب؟ وهم يعني نازلين فريش ونازلين لعبوا وكل واحد لعب له ربع ساعه وثلث ساعه، ما خلي حد فيهم يشوط ضربه الجزاء. يعني حتى يا كهربا انت وعمر كمال، لو انا شايف ان انا يعني الكره مش ماشيه معايا او ان انا مثلا عايز اضمن الكره، ما تشوط الكره في نص الجون. يعني ليه بلعبها في طرف من الطرفين، واحد جون يشيلها والثانيه تطلع جنب القايم؟ يعني ليه بنصعبها على نفسنا؟ بصراحه مش عارف. كمان نقطه لازم نقولها بخصوص ضربات الجزاء، يعني انت عمر كمال لعب ال 120 دقيقه او جري طول الماتش هنا وهنا، اللعيب تعب. يعني المفروض انت كمدرب، هو حتى لو عايز يخش يشوط
ضربه جزاء تقول لا ما تخشش. يعني انا منزل لعيبه فريش زي عمرو السوليه وزي بيرسي تاو عشان يلعبوا هم ضربات الجزاء دي، ما خليش لعيب انهك طول ال 120 دقيقه انه يخش يشوط ضربه الجزاء. يعني شفنا عمر كمال بيشوطها مش قادر يشوط الكره اصلا، طلعت ازاي ضعيفه جنب القايم. لو لعيب تاني زي بيرسي تاو او عمرو السوليه او اي لعيب تاني لسه نازل فريش يقدر يشوطها يا سيدي بمنتهى القوه، يعني حتى يحطها في نص الجون يحطها في زاويه بس يشوطها بقوه. ولكن برضه مسؤوليه من مسؤوليات المدرب، اختيار اللي يلعب ضربات الجزاء مسؤوليه كبيره من مسؤوليات المدرب، خصوصا ان انت عندك عمرو السوليه بيشوط ضربات الجزاء حلوه جدا. يعني انا ما شفت عمرو السوليه نازل في اخر دقائق من اللقاء قلت المفروض كان نزل كوكا، ولكن هو اكيد نزل عمرو السوليه عشان يلعب ضربه الجزاء، عشان خبرته طبعا اعلى من كوكا فينزل يلعب ضربه جزاء ويخلص لنا الماتش وان شاء الله نكسب بسببه. يعني فانت لو حتى ترتيب ضربات الجزاء ماشي كده ان كهربا الرابع وعمر كمال الخامس، لقيت الرابعه والخامسه دي ضربه حاسمه فحط فيها لعيب خبره، يعني حط فيها لعيب زي عمرو السوليه يخلص لي الماتش. يعني لازم هنا تدخلات المدرب تبقى سريعه. شفت حتى كهربا نزل دخل في الرابعه ضيعها والدنيا اتعقربت، خلاص يا عمر يا كمال ريح انت كده على جنب وانزل يا سوليه انت جيبها وخلصنا الماتش. ده دور الخبره، ده دور المدرب ان هو يختار امتى اللعيب ده يشوط وامتى اللعيب ده ما يشوطش. كمان الحاجه اللي كان لازم نتكلم عنها واللي بننادي بيها بقالنا شهور واللي بنهاتي بيها مع اداره الاهلي ومع كابتن محمود الخطيب، ان انت لازم تعاقداتك يا كابتن محمود تبقى على مستوى الحدث. ما ينفعش ابقى انا عارف ان انا رايح هلعب كاس الانتر كونتيننتال وبعد كده هلعب كاس عالم الانديه وتبقى تعاقداتي بالمستوى ده، يبقى دي الدكه بتاعتي لما لعيب يتصاب، لما عاوز اخرج وسام ابو علي مش لاقي حد انزله، بضطر انزل كهربا حتى لو انا شايف ان هو بربع مستوى وسام. لما ناحيه اليمين محمد هاني بيتصاب وعمر كمال يلعب، حتى عمر كمال لما تعب انا مش عارف انزل مين. يعني خالد عبد الفتاح مدافع كويس جدا ولكن ما بيزيدش، ما بيعملش الجانب الهجومي. طب يحيى عطيه الله لما خرجه راح جاب عمر كمال من الناحيه الثانيه ووداه ناحيه الشمال عشان هو مش واثق في كريم الدبيس اصلا، يعني هو مش واثق في كريم الدبيس عشان كده جاب عمر كمال لعبه الناحيه الثانيه. فانت لازم تعاقداتك تبقى على مستوى الحدث. وان انا قبل الموسم امشي احمد عبد القادر الجناح اللي هو المهاري اللي ممكن يعمل لي حلول فرديه من غير ما اجيب بديل ليه، دي علامه استفهام كبيره. كمان امشي المهاجم زي محمد شريف من غير برضه اجيب بديل ليه، برضه علامه استفهام تانية. يا سيدي مشي محمد شريف ومشي احمد عبد القادر بس هات لعيبه في مستواهم او احسن منهم حتى المحترفين. يعني ما ينفعش يبقى عندي 2 محترفين قاعدين بره على الدكه، وبيرسي تاو ورضا سليم قاعدين بره على الدكه. نبص يا جدعان للمحترفين في الانديه العربيه، نبص لباتشوكا نفسها جايبه اسامه ادريسي ده عامل ازاي، لعيب بسم الله ما شاء الله بيطلع نار من بقه. يعني مش ممكن، يعني احنا لازم المحترفين عندنا يبقوا بالمستوى ده. يعني لازم المحترف ده لو مش هيضيف لك وهيحسن فرقتك وهيكسبك الماتشات يبقى ما بلاش منه. يعني شفنا قبل كده الاهلي زمان جilberto وفلافيو وعملوا ايه في كاس عالم الانديه، جilberto يرفع وفلافيو يجيبوا والدنيا كانت ماشيه حلاوه يعني. انما يبقى عندي المحترفين قاعدين بره وبدور حتى هنا بقى في الدوري المصري على مع احترامي ليهم يعني عبد الرحمن البنوبي ولا زيكو ولا لا، انت المفروض رايح لليفل تاني، رايح لمستوى تاني، يبقى تطلعاتك من مستوى تاني خالص. يعني انا لما اجيب لعيبه مصريه اجيب لعيبه زي تريزيجيه، اجيب لعيبه زي عرفت ترجع حمدي فتحي، اجيب لعيبه بالمستوى ده. حتى لمما تجيب لعيبه محترفين تجيب لعيبه محترفين تشيلك وتشيل فرقتك، مش هجيب لعيب محترف اقعده على الدكه بره ولعيب مصري يلعب عليه يبقى بلاها بقى محترفين. ما هي مش محترفين على الفاضي، مش بالعدد، مش عندي 5 محترفين فلازم اجيب 5 محترفين حتى لو مش هيلعبوا. لا، يعني انا اشوف ان احنا لازم الفتره الجايه تعاقداتنا تبقى على مستوى الحدث، لازم يبقى اللعيب المحترف ده يجي ما يخرجش من الملعب. يعني اسامه ابو علي مثلا لما خرج احنا احتسنا النهارده، فلازم يبقى عندك 1 و2 و3 زي اسامه ابو علي. وزي الباك الشمال مثلا بعد ما معلول اتصاب جبت يحيى عطيه الله ممتاز وقريب جدا من مستوى علي معلول. ولكن المحترفين التانيين لازم 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 الفتره الجايه قدامك لغايه شهر 6 كاس عالم الانديه، وحتى الفيفا عامله انتقالات لمده شهر في كاس عالم الانديه، لازم تجيب لعيبه تشيلك. لان لما انت مش عارف تلعب باتشوكا وتكسب باتشوكا، امال هتعمل ايه بقى قدام بالميراس وقدام انتر ميامي وقدام الانديه دي؟ وحتى لو ربنا كرمك وعديت الدور ده هتعمل ايه في الدور الثاني؟ يعني مش عايزين نطلع بفضيحه، عايزين نلعب ونشرف الكره المصريه ونشرف اسم الاهلي اللي احنا اسم اهلي كبير جدا. ولازم اللعيبه دي تعرف قيمه النادي الاهلي، واللعيب اللي شبع يمشي. يعني اللعيب اللي شبع من البطولات وشبع من الانجازات شايف انه ما قداموش جديد يقدمه الاهلي يمشي، ونجيب غيره لعيبه جعانه ولعيبه شباب تاكل النجيله. انما عشان ينكدوا علينا بالمنظر ده بصراحه ربنا يكون في عوننا كلنا ويكون في عون الاهلاويه. وان شاء الله باذن الله الجاي احسن للاهلي. وان شاء الله كده حلقتنا خلصت، ومستني ارائكم في التعليقات وتقولوا لنا ايه رايكم في الماتش ومين كان السبب في الخساره وايه
وايه التغييرات اللي كان المفروض تحصل ومين اللي يطلع ومين اللي ما يطلعش، وهل فعلا تتفقوا معايا ان كولر كان سبب النهارده في الخساره؟ وبصراحه يعني شفت الجماهير بعد الماتش 35,000 مصري خارجين متنكدين، يعني اتمنى ان شاء الله الجاي يبقى احسن للنادي الاهلي، ومستني راي حضراتكم في التعليقات، واشوفكم على الف خير في حلقه جديده، وان شاء الله الحلقات الجايه تبقى سعيده باذن الله. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.